السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير واحوالكم تكون طيبة. اليوم باذن الله بغيت نشارك معكم بانكيك بالدقيق الكامل واللوز بواحد الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. ندوزو المقادير والطريقة ديال التحضير. عندي في المقادير زلافة كبيرة ديال الدقيق بالنخالة ديالو، 3 د الحبات ديال البيض، 2 معالق كبار ديال العسل، 2 معالق كبار ديال اللوز مطحون، معلقة كبيرة ديال الزبدة دايبة، عندي الحليب، خمارة وحدة ديال الحلوى، ساشية ديال الفاني وشوية ديال الملحة. ندوزو للطريقة ديال التحضير. هنا اول حاجة خديت 3 ديال الحبات ديال البيض، ضفت عليهم 2 معالق كبار ديال العسل، ممكن تعوضوه بالسكر، مع رشة ديال الملحة وساشية ديال الفاني. كنحرك مزيان داك البيض مع العسل مع الساشية ديال الفاني وشوية ديال الملحة. من بعد كنضيف اللوز، 2 معالق كبار ديال اللوز مع الزبدة المذوبة مع زلافة ديال الدقيق، وهنا كنضيف الحليب. كما شفتوا الحليب كنضيفو تدريجيا. هنا كنت حاطه تقريبا ربع اطرو ديال الحليب وهو خدا ليا اكثر، تقريبا نص اطرو ديال الحليب. كتبقاو تضيفوا الحليب وكتحركوا. هنا واخا كملت الكميه كلها ديال الحليب بقى ليا الخليط شويه ثقيل وزدت شويه ديال الحليب. هذا هو القوام ديال الخليط اللي بغيت، هو كيكون ثقيل ما كيكونش خفيف وما كيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش خفيف. هنا خديت مقله اللي نطيب فيها البانكيك، كندهنها بشويه ديال الزبده وكناخذ كميه من داك الخليط. بالنسبه للحجم كيبقى اختياري، بغيتو لي بانكيك يكونوا كبار او يكونوا صغار كنديرها على عافيه اللي تكون متوسطه. من بعد كنقلبها كما شفتوا بهذه الطريقه، وبنفس الطريقه كنبقى مستمره كندهن المقله بشويه ديال الزبده اولا ديروا الزيت. كديروا كميه ديال الخليط وكنديرها على عافيه كما قلت لي تكون متوسطه باش دوك لي بانكيك كيطيبوا لينا من الوسط. كنخليها حتى كتشد راسها واحد شويه كما شفتوا. من بعد كنقلبها، وإلا خرج لي شويه ديال الخليط من الجناب كنحاول انني نجمعو كما شفتوا. كندفعو شويه بداك السباتول وكنبقى مستمره على نفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كلها. فاش كندير الخليط في المقله كنحركها واحد شويه. هنا كنوريكم لا تيكستور ديال الخليط وتا اللوز كيجي زوين في هاد لي بانكيك. حتى فاش كيكونوا كيطيبوا واحد الريحه زوينه ديال اللوز مع الدقيق الكامل. هنا باش تاكدوا ان لي بانكيك ناجحين معكم كيتنفخوا واحد شويه من الوسط كما شفتوا. انا كنضغط عليه باش كيبان. هنا من بعد ما كملت الكميه كلها ممكن انكم تقدموه بحال هكا تخليوه عادي، كما ممكن انكم ديروا الطريقه اللي درت شويه ديال العسل ودرت واحد الغابيل ديال اللوز اللي بقى ليا من الخليط زينت به. كما ممكن انكم تقدموه مع ديسير اولا مع شوكولا بالنسبه للوليدات. كان هذا هو اقتراحي لكم اليوم، كنتمنى انه يعجبكم، كنتمنى انكم تجربوه. شكرا لكم بزاف ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم.